لو جبت درجة قليلة في اختبار الذكاء أو الآي كيو ما تقلقش، أنت كويس. كلنا كبشر زينا زي بعض، عندنا نفس الأعضاء، نفس الصفات العامة، نفس تركيبة الجسم وغيره. والأهم من ده كله إن احنا عندنا نفس المخ، نفس تركيبة الدماغ. لكن بالرغم من كده مش كلنا عندنا نفس درجة الذكاء. في ناس أذكياء جدا ومبدعين وعندهم مهارات مذهلة، وناس تانية دماغهم مش أحسن حاجة. فيا ترى بقى إيه السبب؟ أهلا بيكم، أنا دكتورة إيمان عليوة، ودي قناتي، قناة عقلية تانية. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. ودلوقتي بقى يلا بينا صلوا على النبي. زمان كانوا بيربطوا بين درجة الذكاء وبين وزن المخ. يعني لما كانوا يشوفوا حد ذكي يقولوا أكيد ده دماغه كبيرة ومخه كده يجي 3-4 كيلو. أما بقى لو شافوا حد غبي فبيقولوا أكيد إن السبب إن دماغه صغيرة. حتى إحنا بالبلدي كده لما بنيجي نوصف حد تفكيره ضعيف بنقول فلان ده مخه صغير. والسبب اللي خلى الناس كانوا شايفين إن حجم المخ بيأثر على الذكاء إن المخ من وجهة نظرهم كان عامل زي الكمبيوتر. كل ما الكمبيوتر كان فيه عدد أكبر من الترانزستور، فده معناه إنه هيقدر يعمل عمليات حسابية بشكل أسرع. ونفس الموضوع مع دماغ البشر، كل ما حجمه كان أكبر كل ما كان فيه خلايا عصبية أكتر، يعني ذاكرة أفضل وعمليات حسابية أسرع وإدراك أعلى. تصور بسيط عند الناس من زمان. ولما المجال الطبي اتطور طلع فعلا إن البشر ما عندهمش نفس حجم ولا وزن الدماغ. في ناس فعلا مخها كبير وناس تانية مخها صغير. الله، يعني طلع عندهم حق ولا إيه؟ على طول كده الإجابة لا. وزن المخ فعلا ممكن يختلف من شخص للتاني، لكن الأبحاث الطبية ما قالتش إن ده ليه تأثير كبير على معدل الذكاء. يعني عندك على سبيل المثال كل الذكور البالغين متوسط وزن المخ عندهم 1370 جرام، في حين إن كل الإناث البالغين متوسط وزن المخ عندهم حوالي 1200 جرام. يعني الستات مخها أصغر ب 170 جرام. لكن هل ده معناه إن البنات معدل ذكائهم أقل عشان مخهم أصغر؟ أكيد لأ، قطع لسان اللي يقول كده. وأكبر مثال على إن الذكاء ملوش علاقة بالحجم هو دماغ ألبرت أينشتاين. الدكتور توماس هارفي كان مهووس بدماغ أينشتاين. كان معتقد إن وزن مخه وتركيبه هو السر في العبقرية اللي عنده. وعشان كده بعد وفاة أينشتاين دكتور هارفي وهو بيعاين الجثة سرق مخه وفضل يعمل عليه أبحاث وتجارب. وكانت المفاجأة إن وزن مخ أينشتاين طلع حوالي 1230 جرام، يعني أقل من المعدل الطبيعي بتاع أي ذكر بالغ. وده أينشتاين، يعني محدش هيقدر يختلف أو ينكر درجة ذكائه أو إبداعه. وعندنا كمان واحد زي الكاتب والروائي الفرنسي أناتولي فرانس، واحد من أهم الروائيين الفرنسيين على الإطلاق. ده خد جايزة نوبل في الأدب سنة 1921. وبالرغم من كده لما الدكاترة درسوا مخه بعد ما مات لقوا وزنه حوالي كيلو و17 جرام. يعني ايه؟ يعني مخه كان صغير قوي، وبالرغم من كده الراجل ده كان ذكي وكان مبدع. لكن هل الكلام ده بقى معناه ان الموضوع بالعكس؟ يعني اللي مخهم صغير هم اللي بيكونوا أذكياء؟ برضو الإجابة لأ. الكاتب الروسي إيفان تورجنيف واحد من أهم الروائيين في القرن ال19، مش بس في روسيا، ده في العالم كله. الدكاترة لما وزنوا مخه بعد ما مات لقيوه 2 كيلو، رقم كبير جدا مقارنة بالمعدل الطبيعي. والراجل طبعا كان ذكي ومبدع. طب الكلام ده نطلع منه بإيه؟ إن وزن المخ ملوش علاقة لا بالذكاء ولا بالغباء. سنة 2018 جيديون نافي الحاصل على الدكتوراه في الأنظمة العصبية وفيليب كويلينج أستاذ علم الأعصاب والوراثة عملوا دراسة على أكثر من 13,000 إنسان بهدف الكشف عن العلاقة بين وزن الدماغ والذكاء. والناس اللي اتعملت عليهم الدراسة كانوا متنوعين بشكل كبير جدا، سواء في الجنس أو العمر أو الطول أو حتى الحالة الاجتماعية والاقتصادية. يعني تقدر تقول كده إن 13,000 كانوا عينة شاملة. وكانت نتيجة الدراسة إن حجم المخ ليه تأثير على الذكاء، ولكن بدرجة قليلة جدا. الناس اللي كان حجم دماغهم أكبر كانوا بيأدوا أداء أعلى في اختبارات الإدراك، بس بنسبة 2% بس.
ده غير ان في اختبارات تانية اتعملت زي اختبارات التحصيل الدراسي، وزن المخ فيها ما كانش ليه اي تأثير. يعني ما حدش فيكم ليه حجة يروح يقول لأبوه أصلا أنا مخي صغير. ده غير بقى إن كان في ناس وزن مخها قد بعض بالجرام وكانوا متفاوتين في الذكاء، وعشان كده أكيد في عوامل تانية هي السبب في اختلاف درجة الذكاء بين البشر. في آراء بتقول إن موضوع الذكاء راجع لمدى اتصال مناطق الدماغ ببعضها، يعني كل ما أجزاء الدماغ والخلايا العصبية تكون متوصلة مع بعض بشكل أفضل كل ما يبقى الشخص أذكى. وفي آراء تانية بتقول إن الموضوع راجع لعوامل وراثية بحتة، يعني الذكاء حاجة بيتم توريثها من خلال الجينات، الآباء والأمهات بيورثوها لأطفالهم. وفي آراء تالتة بتقول إن الموضوع راجع للعوامل البيئية، يعني البيئة اللي الطفل بينشأ فيها هي اللي بتحدد معدل ذكائه، والباحثين بيستدلوا على كده من خلال التجارب اللي اتعملت على الإخوات التوائم، واللي لاحظوا فيها إن التوائم المتشابهين اللي عاشوا في بيئات مختلفة معدل ذكائهم كان مختلف. في النهاية احنا محتاجين اصلا نعرف يعني ايه ذكاء. اصلا لحد دلوقتي احنا مش متفقين على تعريف ثابت للذكاء، واختبارات الذكاء اللي بتتعمل ما بتقيس غير نوعين بس من الذكاء، الذكاء المنطقي والذكاء اللغوي، في حين ان المتفق عليه اساسا بين الباحثين ان في اكتر من 8 انواع من الذكاء. وعشان كده ما نقدرش نجزم ان في ناس اذكياء وناس اغبياء في العموم، لان ممكن يكون مفيش ناس اغبياء اصلا، لان ساعتها هقولك ذكي او غبي في ايه بالظبط. اختبارات الذكاء اللي موجودة دلوقتي ظهرت بسبب ان الحكومة الفرنسية زمان كانت بتحاول تظبط العملية الدراسية في المدارس، وكانوا عايزين يعرفوا عدد الاطفال اللي ذكائهم الدراسي قليل بالنسبة لعمرهم عشان يتحط ليهم برنامج خاص. وساعتها الحكومة الفرنسية كلفت عالم النفس ألفريد بينيه بالمهمة دي، وقالوا له مش انت عالم نفس، قلب بقى وطلع لنا العيال اللي نسبة ذكائها عالي والعيال اللي نسبة ذكائها منخفض. الفكرة اللي طلع بيها ألفريد انه بص على الأطفال في كل عمر وشاف بيقدروا يعملوا ايه ويستوعبوا ايه، وخد اللي شافه كقاعدة أساسية يقارن عليها. يعني هنفترض ان طفل عنده 10 سنين، عايزين نعرف نسبة الذكاء بتاعته، هنروح نشوف الأطفال اللي عندهم 10 سنين بيقدروا يعملوا ايه ويسووا ايه في العادي، وبعد كده نجيب الطفل اللي عايزين نختبره ونشوف بيستوعب زيهم ولا أكتر ولا أقل. المعدل اللي لقوا عليه أغلب الأطفال هنسميه العمر البيولوجي، ده ثابت. وأداء الطفل اللي هنختبره هنسميه العمر العقلي، وبمعايير كده نطلع نسبة الذكاء اللي هو الاي كيو. وهي دي برضو نفس فكرة اختبار ستانفورد بينيه أو مقياس ستانفورد بينيه اللي طور بعد كده بكام سنة على إيد عالم النفس الأمريكي لويس تيرمان. ولويس تيرمان ده واحد من أصحاب أغرب تجارب علم النفس المتعلقة بالذكاء. تيرمان جاب مجموعة كبيرة من الأطفال الأمريكان وطبق عليهم اختبارات الاي كيو، ومن ضمن المجموعة دي لقى تيرمان حوالي 1500 طفل ذكائهم تخطى 135 درجة، وده معناه انه طبقا للمقياس العيال دي كلها عبقرة. وهنا قرر تيرمان انه ياخد العيال دي ويراقب حياتهم ويشوف هيوصلوا لفين لما يكبروا. والمدهش ان العيال الاذكياء دول طبقا للاختبارات بعد ما كبروا ما اختلفوش كتير عن غيرهم من الاطفال، ما حدش فيهم مثلا كان فلتة ولا اينشتاين في نفسه. عدد محدود جدا من 1500 طفل هم اللي كانوا مميزين. والمفاجأة الاكبر ان الاطفال اللي طلعوا اغبياء طبقا لاختبار الاي كيو بتاعه طلع منهم أشخاص مبدعين، وكان منهم مثلا ريتشارد فاينمان عالم الفيزياء الحاصل على جائزة نوبل، ولويس الفاريز الفيزيائي الحاصل على جائزة نوبل برضو، وتشوكلي مخترع الترانزستور واللي طبعا حاصل على نوبل. وبالمناسبة تشوكلي سقط في اختبار الاي كيو مرتين. والناس اللي زي دول كانوا ضربة كبيرة لتعريف الذكاء بالنسبة للعالم كله، لما دول طبقا للامتحان مش أذكياء، امال معلش يعني مين اللي ذكي؟ وعشان كده الذكاء مش ممكن أبدا يتم حصره في اختبار. معظم اختبارات الذكاء دي بتقيس نسبة الاستيعاب الدراسي، لأن ده كان الغرض منه أصلا. الاختبارات دي مش بتقيس الذكاء العام بتاع الشخص، لأن الذكاء مش رياضيات وحل أسئلة وخلاص، في ذكاء منطقي، في ذكاء لغوي، في ذكاء بصري، في ذكاء عاطفي وغيرهم كتير.
لو واحد غبي في مفهومنا في حاجة من دول فهو أكيد ذكي في حاجة تاني، وبالتالي مفيش ذكاء مطلق ولا غباء مطلق. وعشان كده ما نقدرش نقول إن في ناس أذكياء وناس تانية أغبياء. ولو جبت درجة قليلة في اختبار الذكاء أو الآي كيو ما تقلقش، أنت كويس. وبس كده خلصنا. يا ريت لو استفدت بمعلومة ما تنساش اللايك وشير للفيديو أو تعليق عشان يوصل لأكبر عدد من الناس، وأشوفكم على خير في فيديو جديد.